أيها المؤمنون، إن رغبة الإنسان في تغيير نفسه تأتي عن يقين بكل ما سيجنيه من هذا التغيير، حيث أن مبدأ التغيير هو البحث عن الطريق الأفضل في جميع شؤون الحياة الدينية والنفسية والاجتماعية. فإن غير الإنسان نظرته للحياة وبدأ ينظر لها بالعين الإيجابية فقد سلك الطريق الصحيح. فقد سن الله عز وجل قانوناً يجري على جميع خلقه، فرتب التغيير وأثره في واقع الحياة على حركة الإنسان الصادقة داخل نفسه، ووصف الحركة بالصدق إشارة إلى ما يتبع ذلك بالضرورة من تغيير في الأخلاق والأفعال. فلا يكون التغيير في النفس صادقاً إذا لم يكن له أثر فعلي محثوث في الجوارح والأركان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. عباد الله، فإذا حصل ذلك التغيير في النفس فإن الواقع يستجيب بأمر الله تعالى بناء على ذلك التغير. هكذا أراد الله، أراد أن يعلق تغييره لواقع الناس على تغييرهم هم لأنفسهم، تغيرهم لأنفسهم من الشك إلى اليقين، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكسل إلى النشاط، ومن الهزل إلى الجد، ومن مساوئ الأخلاق إلى مكارمها. فكان تغيير الخارج مبني على تغيير الداخل. فمثلا إن غيرت نظامك في الأكل إلى صحي وبدلت طعامك الضار إلى نافع فسترى أثر تحسن صحتك على جسمك. وكذلك لو غيرت من طريقة تفكيرك كيف ستكون معاملتك مع الآخرين. عباد الله، فإن في التغيير اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة تخبرنا في أكثر من موضع أنه عليه الصلاة والسلام غير كثيرا من شؤون حياة أصحابه القولية والفعلية، فهذا يوصيه: لا تغضب، رواه البخاري. وذاك يقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، صحيح الترمذي. وآخر يشير إليه بكف الأذى في وصفه لأفضل الإسلام كما روى البخاري ومسلم وغيرهم، فيقول له: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذاك الرجل يذكره بفضل الكرم وترك الجفاء في رده على سؤاله، كما أخرج البخاري ومسلم: أي الإسلام خير؟ فقال له: وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. هكذا يريد صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يغيروا من واقعهم. والمتتبع لمن أسلم وحسن إسلامهم في مختلف الأزمان يلاحظ مستغربا كيف انقلبت حال هؤلاء الأشخاص من حال إلى حال، وكيف نبذوا ما حملوه من أفكار وقيم بمجرد الدخول في هذا الدين، وفور تسلل شعاع النور إلى قلوبهم إنه الإسلام. هذا الدواء الشافي الذي أرسله الله لنا شفاء لما في النفوس وتصحيحا لما في العقول من مفاهيم، وانقلابا جذريا على واقع ملؤه العادات البالية والمعتقدات الفاسدة. هذا هو الإسلام الذي يذلل الصعاب ويوحد الجهود
ويرقى بالإمكانيات، ويقول الإنسان غير نفسك للأفضل. نعم، لقد تسلل الإسلام إلى قلوب الكثيرين في الماضي والحاضر، فجعل منهم نموذجاً حياً وواضحاً لأثره وتأثيره في التغيير، فنقلهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن قسوة القلب إلى الحب والرحمة والخشية والخضوع، فكانوا بذلك خير مثال لخير دين